السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. إن شاء الله في الفيديو ده هنتعلم طريقة زراعة نوى التمر أو نوى البلح بطريقة سهلة جدا وبسيطة عن طريق استنبات البذور وزراعتها في التربة. هتتابعونا لنهاية الفيديو وهنتعلم إزاي نحصل على شجرة تمر مجانا. كل اللي احنا محتاجينه طبعا هو النوى أو البذر اللي بيكون جوه البلحة. زي ما انتم شايفين اهو بنستخرجه من البلح معانا بالطريقة دي. اهم حاجة ما يحصلش له اي خدش، يكون مفهوش اي كسر طبعا عشان ما يأثرش على الجنين الداخلي للبذرة. بعد كده بنجيب منديل يكون جامد عشان يوفر الرطوبة اللي بيحتاجها البذور. بعد ما بنجهز البذور اهي، بيتم رش المنديل بالمية عشان تفضل يوفر لها جو رطب. بعد كده بنجيب كيس بلاستيك، هنعملها زي نظام صوبة أو نوفر لها طبعا درجة الحرارة المناسبة اهي، ونقفل الكيس كويس عشان ما يسربش المية الموجودة على المنديل. بعد تقريبا أسبوع بنفتح الكيس تاني وهيكون زي ما انتم شايفين اهو، بدأ ينبت معانا، البذور بدأت تشتغل معانا. الأبيض ده هو البذور بتاعتنا بدأت تشتغل اهي. طبعا بنحضر التربة تكون طرية أو مبللة، تربة رطبة منها نزرع فيها بذرتين. ده تجربة فقط مش أكتر، وهنشوف النتيجة معانا. طبعا في الفترة دي بيتم ريها كل أسبوع أو عند الحاجة فقط. وطبعا لازم نغطيها عشان توفر مرة تانية زي ما عملنا في الأول، توفر الرطوبة المناسبة. وده هي النخيل بعد شهر البذرتين ما شاء الله طلعوا نتيجة مضمونة 100% للي عايز يزرع نوى التمر. نسبة نجاح 100% ما شاء الله. أي بذر ينفع معانا تشتغل معانا. الطريقة دي بنحصل منها على شجرة نخل مضمونة 100%. والبذور اهي، في الفترة دي بقى بنشيل البذر منها. وطبعا بيتم نقلها في فصل الربيع أو بداية من شهر فبراير ومارس. معانا شهر فبراير ومارس. في النهاية أتمنى من حضراتكم تكونوا استفدتم من الفيديو، وإن شاء الله تابعونا لمعرفة كل جديد وطرق جديدة للزراعة. وشكرا لمتابعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.